السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض الرقاق الناشف، طبعا من اساسيات كده العيد. كل سنة وانتم طيبين. هو الرقاق وصينية الرقاق كده باللحمة اول يوم العيد. فان شاء الله هنحضر رقاق في البيت ومش هتشتريه من بره تاني. هنحضره بطريقة سهلة وبسيطة وبتكات كده ومقادير بسيطة جدا جدا، هتطلع معاكي احلى رقاق في الدنيا. اهم حاجه تابعوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا كل التفاصيل، وكمان حطوا لي لايك حلو للفيديو، وصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات عشان انزل معاكم كمان طريقه التسويه بتاعته، وكمان حطوا لي تعليق كده حلو منكم، وتابعوا كمان الفيديو للاخر عشان فيه كده شويه تكات هي اللي هتفرق معاكي جدا جدا في نجاح الوصفه بتاعتنا. نسمي الله كده. واول حاجه هنجيب كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، واحط عليها ربع معلقه صغيره من الملح، وهدوبها كده في الميه كويس جدا. دي كده اول خطوه معايا. تمام. الميه بتكون دافيه او عاديه من الحنفيه، في حاله لو الجو معاكي حر مش محتاجه انك تدفيها. تمام. بعد كده في طبق عميق هجيب كده كوبايتين من الدقيق. الدقيق اللي انا مستخدماه دقيق متعدد الاغراض، تقدري تستخدمي اي نوع دقيق، مش بتفرق قوي مع الوصفه دي. تمام. اهم حاجه يكون نوع كويس وحلو وواثقه فيه. تمام. بعد كده جبت الميه وبدات اعجن كده، بضيف الميه تدريجي واحده واحده زي ما انتم شايفين كده. تمام. اهم حاجه في الدقيق انه يكون دقيق متعدد الاغراض، تمام، او دقيق فاخر. تمام. هينجح معاكي الوصفه ان شاء الله. بضيف كده الميه بالتدريج عشان اتحكم كده في العجينه وما تلزقش مني بسرعه، وكمان عشان محتاجش ان ازود معايا دقيق تاني. ببدا كده اشيل المعلقه واعجنها بايدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي بتاخد كوبايتين دي بياخدوا تقريبا كميه الميه اللي احنا حطيناها كده ما عدا معلقه واحده. تمام. وطبعا بيفرق على حسب نوع الدقيق، طبعا كل نوع دقيق بيشرب سوائل غير التاني. تمام. ببدأ كده اعجنها بالشكل ده، وعاوزين عجينة يابسة ومتماسكة ومش بتلزق في الايد. تمام. دايما بقول لكم لازم العجينة تكون بتلزق في الايد حاجة بسيطة، بس في حالة العجينة دي احنا عاوزينها عجينة يابسة نوعا ما، يعني طرية كل حاجة بس مش بتلزق في الايد، يعني ملمومة كويس جدا جدا. بحاول كده اعجنها واخدمها على قد ما اقدر وبرش الدقيق كده، واعجنها كده كويس قدامي على الرخامة عشان ابقى متحكمة فيها اكتر. بعد كده لما بتعب شوية بغطيها وبسيبها كده حوالي 5 دقايق ل10 دقايق ترتاح معايا، عشان لما اجي اعجنها واكمل عجن فيها تكون لينة كده معايا وتتعجن معايا بسهولة. مجرد ما ريحتها شايفين بقت طرية جدا، او بمعنى اصح ناعمة جدا ومخدومة كويس من غير ما اتعب فيها. بعد كده ببدأ كده افردها كده على شكل كده طويل، وببدأ كده اقطعها واوزنها. تمام. انا هعمل حجم الرقاقة يكون حجم بتاعها صغير، فهوزنها بمقدار تقريبا 37 جرام ل 38 جرام، ده للرقاقة الواحدة او للكورة الواحدة. وبعد كده بكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنتكلم كده عن المقاس بتاع الرقاق، وكمان مقاس الصينية اللي هتشتغلي فيها واحنا شغالين. بقطع كل الكمية وبقيسها بالشكل ده كده. وفي حالة لو ما عندكيش ميزان تقدري كده بمجرد النظر انك توازني الرقاقة ان هي تكون متساوية قد بعضها. بعد ما قطعتهم كلهم وكورتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، غطيتهم كده بكيس بلاستيك، ويفضل ترشي تحتيه رشة من الدقيق، وفوقيه كمان فوق العجين رشة من الدقيق عشان ما يلزقش معاكي في الكيس. تمام. وبسيبهم يرتاحوا حوالي ربع ساعة لتلت ساعة بالشكل ده كده. كل ما تسيبيهم يرتاحوا كل ما يكون افضل. بعد كده باخد كورة كورة من اول كورة انا عملتها، وببدأ افردها زي ما انتوا شايفين كده. تحتيها دقيق وفوقيها دقيق. تمام. مهم جدا خطوة ان احنا بنفرد على دقيق، وكمان بنحط على العجينة من فوق دقيق. بفردها بالشكل ده كده بسمك حوالي 5 سنتي، يعني لحد ما ابدا افردها عشان التسويه. تمام. دي كده فرده مبدئيه او فرده اولانيه، هتساعد معايا ان لما نيجي نفردها المره التانية ان هي تتفرد معايا بسهوله. وبريحها تاني للمره التانية، يعني لمده حوالي 10 دقايق لربع ساعه. كل ما تسيبيها كل ما تريحك في التشكيل في الخطوه النهائيه، وتتفرد معاكي بسهوله وترق معاكي بسهوله. عملت كل الكميه بنفس الطريقه، وانا عملتهم على 10 كرات. تمام. تقدروا تكبروا الكورة شوية وتعملوها مثلا على وزن 40 جرام او على وزن 45 جرام زي ما انتوا حابين. كمان الحجم الرقاقة اللي بيكون كبير اللي هو يعني الجاهز غالبا بيكون الوزن بتاعه من 50 ل 60 جرام. تمام. غير اللي بيتعمل في البيت.
لكن انا حبيت ان هو يكون صغير عشان يبقى سهل عليا، وكمان اقدر اعمله في صينية مقاس 24 بكل سهولة. تمام. يعني الرواق بتاعي ده هسويه او هبدأ لما اجي اطبقه، وطبعا هطبقه معاكم في فيديو، بس فيديو منفصل عن الفيديو ده. تمام. لو وصلتوا كده الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات ان شاء الله انزل معاكم كمان التسوية بتاعته. بعد كده بجيب كده اول كرة انا فردتها في الاول، وببدأ كده ارقها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد ما ارتاحت معايا حوالي كده ربع ساعة عشان تتفرد معايا بسهولة، وبالنشابة بتاعتي، وبرش كده دقيق من تحت ودقيق من فوق. نراعي كده 3 حاجات واحنا شغالين وبنفرد معانا العجينة. اول حاجة العجينة لازم ميتها كلها تبقى واحدة، بمعنى ان العجينة كلها تبقى سمك واحد، ما ينفعش جزء يكون سميك وجزء رفيع. الحاجة التانية بنتك كده واحنا شغالين على الاحرف بتاعة العجينة. تمام. عشان الاحرف بتاعتها ما تبقاش سميكة عن الجزء اللي في المنتصف. دي حاجة. الحاجة التانية اننا لازم بين كل مرة والتانية بنشيلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونلفها كده معانا عشان تدينا الشكل المدور، وكمان عشان تكون رقيقة كده معاكي وتتحكمي فيها بسهولة. عايزة اقول لكم كمان ان المردانة او النشابة اللي بنفرد بيها لو كانت صغيرة بتكون احسن في الفرد واسهل عليكي من النشابة الكبيرة، بس انا مش عندي النشابة الصغيرة دي. تمام. بعملها بالشكل ده. ومهم جدا جدا اننا شايفين صوابعنا كده نبقى شايفينها من ورا العجينة. العجينة تبقى رقيقة جدا لدرجة انها بتشوفي صوابعك من وراها. تمام. الحاجة كمان اننا لازم نرش الدقيق كويس جدا جدا تحت الرقاقة وفوق الرقاقة. اتبعوا كده كل الخطوات اللي بقولها بالتفصيل، وبجد هيطلع معاكم احلى رقاق في الدنيا. بجد احنا عملناه واكلناه اللهم بارك، طعمه احلى بكتير من بره. تمام. بره كده بيبقى ناشف قوي او مكتوم او مش حلو او بقاله كتير عند الراجل. تمام. ما تباعش. لكن ده كان ما شاء الله اللهم بارك حلو جدا جدا، وتسلم ايديكم كده مقدما. بفرده كده بسمك حوالي زي يعني من 28 ل 30 سنتي. طبعا المفرش السيليكون بيكون فيه الدوائر كده مكتوب عليها المقاسات، فانا عملته يعني قسته على المفرش حوالي 30 سنتي، او عندك مسطره مقاس 30 سنتي تقدري يعني تقيسي بيها. تمام. زي ما انتوا شايفين وريتكم كذا مرة انها لازم تكون شافة كده ايديا من تحتيها من كتر ما هي رقيقة. بعد كده جبت كده صينية وقلبتها على البوتاجاز. صينية طبعا تكون مقاسها اكبر من مقاس الرقاقة، يعني الصينية دي مقاس تقريبا 32. ببدأ كده اجيب الرقاقة واحطها على طول من غير ما ادهن اي حاجة. تمام. والنار طبعا بتكون نار هادية او متوسطة، ما ينفعش طبعا نار عالية، لكن هادية او متوسطة بتكون مناسبة جدا. ببدأ كده احطها وكل 10 ثواني بقلبها على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده. هي مش بتاخد وقت خالص في التسوية، بس لازم نقعد نضغط عليها كده بالاسباتيولا او المعلقة عشان لو في اجزاء كده نية قدامك او فيها عجين مش مستوي بنبدأ نضغط عليها كده عشان تستوي معاكي بسرعة، وهي مش بتاخد وقت خالص. وعايزة اقول لكم ان هي بتكون ناشفة بنسبة 80 ل 90% قبل ما تشيليها من على النار. تمام. يعني هي اوريدي احنا بنشيلها من على النار بتكون ناشفة، ما عدا حاجة بسيطة خالص بنسيبها كده في الهواء، ممكن قصاد مروحة او حاجة تنشف تماما، وبعد كده نبدأ نحفظها في اكياس زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو. تمام. بضغط عليها كده بالشكل ده. وعايزه اقول لكم المقدار اللي انا عاملاه ده يعمل معايا صينيه رقاق واحده بس. تمام. ده مقدار كوبايتين دقيق، يعني حوالي 250 جرام من الدقيق، يعني معدل ربع كيلو بس من الدقيق. تمام. بيحضروا معاكي صينيه واحده من الرقاق مقاس 24، والصينيه دي انا هنفذها معاكم ان شاء الله في فيديو منفصل. لو شجعتوني كده وحطيتوا لي كده لايكات كتير للفيديو ده هنزل لكم الفيديو اللي انا عامله فيه الصينيه بطريقه مميزه جدا جدا وحلوه جدا على طول. تمام. هنزله لكم على طول ان شاء الله. اول ما الرقاق كده معايا بيشد وبيعمل كده زي فقاقيع صغيره واخده لون كده ذهبي بسيط، بشيله على طول. تمام. وبسيبه كده يتهوى، طبعا مش بغطيه ولا حاجه، بسيبه كده يتهوى ويبرد تماما وينشف خالص. بكمل بقى كل الكميه بنفس الطريقه، باخد كده واحده واحده وارقها بالشكل ده. الطريقه دي في الرق سهله جدا جدا، غير كده الطريقه اللي بيحطوا فيها الرقات فوق بعضها مش بتنجح مع كل الناس، لكن اللهم بارك الطريقه دي سهله وبسيطه وتقدري كده تنفذيها حتى لو اول مره في حياتك تعملي الرقاق، وهيطلع معاكي حلو جدا.
طبعا بكمل التسوية بنفس الطريقة، ولازم بين كل واحدة والتانية بنمسح كده الصينية من بره بمنديل كده ناشف او بفوطة مطبخ او اي حاجة. لازم ننضف الصينية من بواقي الدقيق، تمام، بواقي الدقيق عشان ما تتحرقش معايا وتبوظ معاكي الصينية، او تدخل كده على الرقاقة اللي بعدها وتخلي شكلها مش لطيف. تمام. بسوي كل الكمية بنفس الطريقة، 10 ثواني من الجنب ده و10 ثواني من الجنب ده، ونقلب كذا مرة لحد ما تلاقيها كلها نشفت معاكي واستوت وعملت كده نقط صفرة كده، اللي هي فقاقيع صفرة صغيرة او نقط صفرة صغيرة. ده كده معناها ان هي استوت معاكي زي ما انا مشاوره لكم كده، والرقاقة كده نشفت معاكي وشدت، يبقى هي كده تمام. نبدأ نحطها كده في مكان فيه تهوية او تحت مروحة عشان تكمل يعني تنشف معاكي كويس جدا، وتقدري تحتفظي بيها عادي بره التلاجة او في اي مكان ما يحصل لهاش حاجة ابدا. تمام. طبعا لو الرواق معاكي ما نشفش كويس دوت ممكن يبوظ منك او يعفن لا قدر الله، فلازم تاخدوا بالكم جدا من الخطوة دي. بنشيله من على النار وهو مستوي تماما وناشف، تمام، لازم يكون ناشف تماما. طبعا الفرق بينه وبين الرقاق الطري اننا بس الرقاق الطري بنخليه بس يا دوبك يشم النار وبنشيله على طول، لكن الناشف بنستنى عليه لحد ما ينشف. وهنا بوريكم الصينيه ان هي نظيفه جدا ما حصلهاش اي حاجه لحد ما سويت كل الكميه بتاعتي. تمام. دي كده كل الكميه اللي طلعت معايا. طبعا انا عملت 10 رقاقات، ال10 رقاقات مقاسهم صغير زي ما قلت لحضراتكم. تمام. هنسويها بقى مع بعض. تابعوا كده القناه وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل، وعايزه لايكات حلوه كتير وتعليقات حلوه كتير، وربنا كده يحسن ما بين ايديكم ويديكم الصحه كده والعافيه، وتعملوا كل حاجه حلوه بايديكم ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا كده ينصر اخواننا في كل مكان يا رب، اللهم امين. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل. لو حابين يوصلكم مني كل فيديو جديد سيبولي كمان تعليق حلو منكم عشان ادخل وارحب بيكم. ومع الف سلامة حبايب قلبي.